لازم نهتم بالاكلات زي السمك، خصوصا سمك الماكريل والسردين، صفار البيض، الكبده، اكلات كتير جدا. لو النقص متوسط لازم بعد ما نعمل التحليل نروح لدكتور هيكتب فيتامين دي بجرعات محدده. طريقه علاج فيتامين دي: لو النقص بسيط ممكن الدكتور يكتب جرعه يوميه صغيره من 1000 ل 2000 وحده دوليه. لو النقص متوسط او شديد، علميا انا محتاج 200 الف وحده دوليه في الشهر. ممكن اخدها عن طريق حاجتين: يا اما هجيب حقن فيتامين د اكثر انبول على كوبايه ميه او عصير او لبن واخدها مره في الشهر. الحقنه دي فيها 200 الف وحده دوليه. يا اما هاخده عن طريق اقراص كل يوم واحده، ودي بتكون احسن. مره واحده في اليوم لمده 5 ايام. القرص الواحد فيه 10,000 وحده دوليه بمعدل 50,000 وحده في الاسبوع. لازم اخد فيتامين دي في وجود الكالسيوم. دي معلومة مهمة جدا. وجود الكالسيوم مهم جدا لامتصاص فيتامين دي، والعكس. فيتامين دي لو دخل الجسم ملقاش الكالسيوم بيبتدي يعمل له حاجة اسمها ري ابزوربشن من العظم، فبيقلل كثافة العظام، وده بيسبب مشاكل كتير جدا. حاجة مهمة: الكالسيوم عشان يتاخد ده في منه نوعين، نوع اسمه كالسيوم ستريت ونوع اسمه كالسيوم كربونات. الكالسيوم ستريت موجود بتركيز مظبوط 500 مللي جرام، بيتاخد قليل عن المعتاد شويه، بس على الاقل بيكون امن ان انا اخده. كالسيوم كربونات موجود بتركيز عالي، اول ما بيتاخد ممكن يعلى جدا في الدم ويعمل مشكله. كمان هو مش مناسب للناس المرضى القولون والمعده، فانا هاخده بصوره كالسيوم ستريت موجود منه كتير جدا في السوق. ابسط مثال لي زي الاوستيوكير، موجود كمان معاه مغنيسيوم بيساعد في امتصاصه. المهم لازم ناخد فيتامين دي واخد الكالسيوم مع بعض بالتوازي، قرص وقرص مع بعض مره واحده. بعد ما بخلص جرعه فيتامين دي واعوض النقص الموجود فيه، سهل جدا مع فتره يرجع تاني لو انا فضلت ماشي على نفس نمط الحياه. ابسط ما فيها لازم اخد الجرعه الوقائيه، زي مثلا اكثر امبول من فيتامين دي اخده على الاقل مرتين في السنه. اظبط اكلي، لازم ادخل في روتين الاكل بتاعي اكل غني بفيتامين دي والكالسيوم. ودمتم بصحه جيده.